وبعدين يا باشا الكنبه مش مخزن، مش عشان الكنب دلوقتي بقى كله فيه سحارات وفيه اماكن كده للتخزين وحاجات حلوه يبقى احنا نلم كل حاجه ملهاش لازمه ونقوم رازعينها جوه الكنبه. يا دنيا، ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ كنبه معموله فيها سحاره عشان نحط فيها شويه حاجات ايه خفاف يلعب اطفال. الكوشن الكتير برضو اللي جات اللي ملهاش لازمه دي نشيلها جوه عشان لو مش محتاجينها. اي حاجه كده في الخفيف، انما احنا بقينا الكنبه بنفتحها ونقعد نحشر فيها شويه حاجات ملهاش لازمه ولبس صيفي ولبس شتوي والكلام ده كله ونقفل. وبعدين نيجي ورا الكنبه نخبي ونعمل الكلام ده كله. طب وبعدين احنا في الاخر ما استفدناش منها حاجه. والناس التانية بقى اللي بتجيب الكنبة وتتعامل معاها على إنها مزار سياحي ممنوع حد يقعد عليها ويقعدوا يحطوا عليها مفارش ويجيبوا لها كفرات ويقعدوا يعملوا الكلام ده كله. طب أنا استفدت إيه لو رحت جبت كنبة ب 150 ألف جنيه عشان الناس تشوفها وتقعد تعمل لها باي باي على الفاضي؟ كنبة لو هي ملهاش لازمة ومش هنستخدمها يبقى ملهاش لازمة، كنا جبنا بقى لوحة شيك رايقة من اللي معاها الصغير كانت سرقاهم ونعلقها هتبقى أحلى. إنما إحنا نجيب الكنبة ونقعد نعملها مزار سياحي ملهاش لازمة أساسا.